بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم متتبعاتي الوفيات في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا اليوم وصفة حلوة اللي هي مقروط المقلة مع السر، يعني كما شفتوا في العنوان بزوج ملاعق نتاع مارغرين أو زبدة أو سمن. درنا يعني كونتيتي ما شاء الله كيلو نتاع سميد، خرجنا ما شاء الله كمية كبيرة. راني وريت لكم فقط النصف نتاع المقروط المقلة، يعني بهذا الطابع اللي ياسر راهم يسألوا فيا عليه وقالوا لي أخذ منا يا أم نزيه بهذا المول. شوفوا الوصفه ما شاء الله. المقروط هذا هو محشي بالتمر، تحبوا ديروه بالكاوكاو تحبوا ديروه باللوز كما حبيتوا. اعطيت لكم الوصفه اللي يخلي المقروط تاعكم يقعد يعني اطول مده ممكنه. طبعا كي يطول تزيدوا تعاودوا تعسلوه اكيد، لانه العسيله راح تشرب كامل. شوفوا الوصفه ما شاء الله، يعني درناه بالتمر الطبيعي، يعني ماش تمر هذاك المعجون. شوفوا الوصفه ما شاء الله راهو يتفتت، يعني ديري فيه يدك يتفتت. راح نبدا على بركه الله. حطيت لكم ثاني المقادير يعني بالقياس وبالميزان. راح نبدا على بركه الله. هنا عندنا كيلو. درت لكم السميد العادي اللي نتباع في اي بلاصه، يعني باش ما تقولوش يعني ما ينجحش الا بالسميد المليح. هذا الوصفه راهي تجيب اي نوعيه نتاع سميد، شتت يعني مليحه ولا ماهيش مليحه. هنا عندي كيلو تاع سميد اللي كيلت لكم 3 كيلات. شوفوا بهذه القرفيه جاتني 3 كيلات. نتوما شوفوا اي قرفيه عندكم لازم تكون 3 كيلات باش تكملوا الكيله تاع السمن والكيله تاع يعني تاع السوائل، باش تجيكم قد وتجيكم يعني كما بالنسبه للبنات اللي يحبوا الكيل. 2 ملاعق سمن درتهم. تحبوا ديروا مارغرين او زبده، فقط 2 ملاعق، والكميه الاخرى راح نكملوها زيت. او بالنسبه للتجار او بالنسبه لتجار المحلات الوصفه ديروها كامل بالزيت. الوصفه التجاريه يعني تحبي تتاجري بها. راح نحط في كل كيله ملعقه معمره مليح او بومبين تاع فرينه. الفرينه تخلي الخليط تاعك يتماسك. هنا عندي نصف ملعقه يعني نتاع ملح، ضروري ملح يكون. هنا عندي نصف ملعقه صغيره كامل تاع بيكربونات، يعني هو السر اللي يخلي المقروط تاعكم او المقيرط تحبوا ديروا به المقيرط. هذه الوصفه يخليه يقعد اطول مده ويبقى هشيش، يعني كل ما يطول كل ما يزيد يزيان. نحط المارغرين هذيك او السمن هذاك اللي كنت ذوبته وخليته برد تماما، يعني او بارد هنايا باش نجو نخدموا به. راح نكمل الكيله بالزيت وما تكونش معمره، يعني شوفوا كيفاش راني خليت تقريبا اندوا، يعني اصبع فقط. ما عمرتهاش يعني حتى انفاضت، لا يعني هذه هي تاع الزيت. هيكون جسمن نعمروا الكيله. نفرق كامل هذيك الليدام ومن بعدها نبسس. كي نبسس يا البنات راني نقصت لكم الفيديو باش ما يجيش طويل. بسوها مليح، يعني خلوا هذيك الحبيبات تاخذ حقها وتتشرب، يعني تقريبا 5 دقائق والتومه هكذاك، يعني تشربوا في ذاك السميد. هنا راني 5 دقائق راني كوبيت لكم الفيديو. رايحه نكمل يعني السوائل اللي هي نص كيلو نتاع مزهر، ونص الاخر راح نكملوا الماء عادي. هنايا الحاجه المليحه انك نخلوه يريح، راح نزيدوا كميه السوائل مش راح نكتفي بهذه فقط. كملت هنايا الماء، والماء يعني يكون عادي، يعني درجه حراره الغرفه، ما يكون دافي ما يكون سخون، عفوا ما يكون بارد. نبدا يعني نجمل في المقروط تاعنا. والسر الاخر انكم ما تعجنوهش كما راكم تشوفوا، يعني شغل نخبطوا فيه من جهه لجهه، من الجهه الثانيه هذا مكان حتى نكملوا كميه السوائل كامله ونخلوه يريح. طبعا بعد اللي نخلوه يريح قطوه نخلوه يريح تقريبا، يعني بالما عجلنا التمر تاعنا نلقوه ارتاح تماما وشرب. راح نلقوه شرب، راح نزيدوا له كميه نتاع مزهر. نكمل كامل كميه نتاع السوائل. شوفوا هنا حخليه يرتاح باش نروح نخدم التمر. عندي كميه هنا نتاع التمر راني نقيته طبعا كما نقولوا من العلف هذاك وكامل. راح ندير له شويه تاع زيت وشويه تاع مزهر. ضروري التمر تاعكم يكون كما نقولوا حنايا جاري، ما يكونش شاد روحو. يعني علاش نديرو التمر جاري؟ يعني البنات نتوما كي تجيو تاكلوا في المقروط يعني ما يجيش جامد، يعني تقسموا الحبه من الفوق تاع السميد والداخل تجيك شغلها ستيك. لهذا نحبوا يعني نطلقوا التمر تاعنا، ما لازمش يكون شاد روحو، لازم يكون كما راكم تشوفوا فيه. درت له شويه يعني جرجان محمص وقرفه وقرنفل، يعني النكهات الطبيعيه تاع المقروط كما تعلمنا يعني التقليديه. انا راني نعجن فيه وفي نفس الوقت يعني ندخل في هذاك يعني ندخل في المكونات اللي زدتهم. من بعدها راح ندير كرات يعني نوزنهم وزن 10 غرام الى 15 غرام، دائما اختياري الوزن الحبه والمول تاعكم، كاين كبير وكاين صغير. العجينه وزنتها تقريبا يعني 30 غرام الى 32 غرام.
يعني ماذا بكم توزنوا، راني نزيد كل مره شويه حتى نحسها باللي خلاص خذات حقها. يعني قلت لكم لازم تكون يعني شويه جاريه، واستعينوا بالزيت كي تجوا توزنوا فيها. انا راني درتهم كرات وزنتهم كيما قلت لكم. ونروحوا للعجين ثاني بنفس الطريقه رايحين نوزنهم. شوفوا العجين هنايا راني لقيتو نشف، شوفوا كيفاش نشف وشرب هذيك كميه السوائل كامل اللي زدناها لها. راح نزيد لها تقريبا ربع كيلو نتاع مزهر، وندخلها فيها حتى تصير عجينه نقدر نوزنها بلا ما نعجنها. طبعا حنزيد شويه مزهر لاني لقيتها مازالت ناشفه. شفتوا قلت لكم رايحه نزيد كميه السوائل على هذيك الكيله كي نخلوها ترتاح، يعني رايحه تشرب. لهذا مش راح تتشقق لي انايا في المقله، ومش راح تتحل لاني عطيتها الحق تاعها تاع السوائل. راح نوزن هنا تقريبا 32 غرام، دائما على حسب واش تحبوا نتوما، على حسب المول تاعكم. احسن حاجه انكم توزنوا كامل العجين تاعكم وتحطوه تقطوه بجهه يعني بساشي باش ما ينشفكمش، باش تجينا الخدمه سهله. تمر يكون موزون وحاطينه وهذا هو المول اللي راح نخدموا به. تحبوا بتاع القلب هذا او تاع هذا اللي بجهه اللي معاه، لكن انا الوصفه اللي تاع اليوم راح ندير لكم تاع القلب كما طلبتوا مني. شوفوا هنا الطريقه انكم تدهنوه بالزيت، ياسر راهم يشكيو منه انه يلزق لكم. دهنوه بالزيت، سينو ديروا ساشي. دوك تشوفوا راح نعطيكم زوج طرق، وهي احسن انكم تدهنوها بالزيت، لانه كي ديروا الفيلم هذاك الورق الغذائي نيرو هذاك مش راح الرسومات هذوك تجيكم قد يعني تجيك شغل ممحيه. بصح كي ديروها مباشره في المول راح تجيكم يعني متحوفه كيما راكم تشوفوا فيها. دوكا نضغطوا مليح، نحاولوا اننا نضغطوا مليح 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 كيما هاك باش تخرج الرسمه كيما هي. كاين اللي يتبعوها بالنقاش، يعني كيما حبيتي. انا نضغط عليها مليح ونخبطها فقط في ايدي شويه هكذاك تخرج عادي. شوفوا شكلها. راح نكملهم كامل كيف كيف. راح نزيد واحده اخرى نوري لكم الشكل تاع الفيلم اليمونتاغ هذا كيفاش يجي. يعني ما تجيش شغل هذوك الرسومات ما تجيش باينه مليح. هي سهل بالنسبه للمبتدئات وفي ساعه نحالهم، بصح شوفوا الرسومات يعني جات شغل شوي طافيه. راح نكمل كامل الكميه نتاع العجين والتمر. من بعدها رايحه نبدا نقلي فيهم مباشره. نجو نتحدثوا يعني على القلي يعني على الزيت. شوفوا هذه كميه وكميه واحده اخرى. الزيت دائما حاولوا انكم تقلوا في كسرونه تكون هكذاك، يعني طاوه تكون صغيره كيما هكذاك باش والزيت يكون يغمرها يعني يغطيها. ما نحاولوش ان نقلبوهم باش يطيب من التحت ومن الفوق في نفس الوقت بلا ما نقلبوا المقروط. ديما المقروط طيابو كيما هكا. انا دايره هذه الطاوه او الكسرونه مخصصه للزيت، يعني نقلي فيها حوايج كيما هكذاك. العسيله راهي عندي اللي هي انا خففتها بشويه مزهر فقط، يعني مش ياسر درت لها تقريبا فنجان صغير كامل نتاع مزهر فقط باش تطلق لي. سخنتها شويه ومن بعد خليتها بردت تماما. من بعدها باش جيت هنا نقلي الزيت خليته سخن وراني نقلي على نار متوسطه. نشوف الحبه خذات لون من الاسفل والى الاعلى مباشره الى العسيله. شوفوا كيما هكذاك هي خذات لون. اللون نتوما وحبيتوها، كاين اللي يحبوا اصفر كاين يحبوا احمر. انا نحب المقروط يكون نص نص، ما هو احمر ياسر محروق ما هو اصفر يعني عجين. نتمنى تكون الملاحظه وصلت لكم. يعني القليان دائما تاع المقروط يكون بهذه الطريقه. نحاول اني نقطي مليح الحبات هذوك خليهم يتعسلوا مليح ويشربوا العسل مليح. بعدها باش نعاود ندير يعني باش ندير الدفعه الثانيه او نحيه ونعاود نحط الدفعه الثانيه تاع المقروط. العسيله يعني دائما كي تشوفوا المقروط تشربوه دوكا بالعسل ومن بعد تعاودوا تزيدوا تحطوه تقديم اخر يعني في يوم اخر. ماذا بكم تزيدوا تعاودوا له عسيله واحده اخرى. العسيله دائما سخنوها في نهار اخر. يعني ديما نعرفوا باللي لازم حاجه سخونه يا زيت يا مقروط. يعني هذه كانت الوصفه تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا منها وما تبخلوش علينا بهذاك الجام. ان شاء الله يعني اي اسئله راني حاضر نجاوبكم في التعليقات. اذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.